فيديو النهارده بقى أنا جاية ألحقِك قبل ما تعملي نواعم العيد. الفيديو ده كنز احفظيه عندِك لإنِّك أكيد هتحتاجيه في كل حاجة أنتِ بتعمليها في نواعم العيد السنة دي. النهارده هاقول لِك في الفيديو ده على كل المشكلات وكمان حلولها اللي بتقابلِك في أي وصفة من نواعم العيد أنتِ بتعمليها. مش هتلاقي فيها إن شاء الله أي مشكلة غير والحل بتاعها في الفيديو ده. هاقول لِك إزاي تعملي الكحك ويطلع دايب، النقشة عمرها ما تروح، ولا البسكوت بقى بتاع المكنة إزاي يطلع مقرمش ومخرفش معاكِ بالشكل ده والنقشة بتاعته ثابتة، ولا هيسيح في الفرن ولا هيتقطع من المكنة ولا هيحصل له أي حاجة. وكمان البيتي فور إزاي إن هو ينزل معاكِ من الكيس بمنتهى السهولة بدون ما العجينة كده توجع إيدِك وتجمد منِّك خاصةً في الشتا اللي إحنا فيه، وإزاي يطلع النقشة بتاعته ثابتة والرسمة بتاعته ما تروحش معاكِ في الفرن. تركات بسيطة جدًا هاوضحها لِك كلها في الفيديو ده. والغريبة الناعمة الطيبة إزاي زي ما تدخليها الفرن زي ما تطلعيها تطلع معاكِ بنفس الشكل، ولا هتسيح ولا هتشقق ولا حتى تبصم منِّك، والتسوية المضبوطة بتاعتها. الفيديو ده بجد كنز كده لكل الوصفات. كل الوصفات دي طبعًا عملناها مع بعض وهاسيب لِك كل اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف تحت الفيديو. اضغطي على عنوان الفيديو هيظهر لِك الفيديو على طول. تعالوا دلوقتي نبدأ أول حاجة بأول مشكلة بتواجهنا في الكحك وهو الملبن. لو هتعملي كحك بملبن اختاري نوع الملبن يكون بيمط شوية مش بيقطع معاكي أو بيقطم. اللي بيقطم ده بتاع الأكل هتلاقيه نشف وحجر معاكي في الفرن. كمان ما تجيبيش اللي بيمط زيادة عن اللازم علشان ده هيشد معاكي ويبقى عامل زي اللبانة كده جوه الكحكاية وهينشف ومش هيكون حلو. هاتي الملبن بيمط كده حاجة بسيطة امسكيه هتلاقيه سايح وناعم كده في ايدك، هو ده اللي انت تجيبيه. الملبن بحط عليه معلقة كده كبيرة من السمنة ويفضل سمنة بلدي، هيبقى كأنك عاملة الكحك كله بسمنة بلدي أكتر ما بتكوني حاطة سمنة بلدي في العجينة نفسها. وبحط عليه كمان كيس من الفانيليا بيديله ريحة حلوة جدا، ولو بتحبي ريحة الموز حطي له نقطتين كده من ريحة الموز، ومعلقة كبيرة من السمسم المحمص. واعجن الكلام ده كله بإيدي كده مش على النار ولا حاجة. وفي طبق بدهنه زيت ببدأ إن أنا أكور الملبن معايا لقطع كده حوالي 5 جرام، يعني تقريبا قد حباية البندق كده قبل التقشير. ودي بيكون حجمها مناسب للكحكاية المحشية اللي بنعمل العجينة بتاعتها تقريبا 20 جرام، يعني قد حباية الليمونة البلدي الكبيرة شوية. كده ده اللي يخص الكحك، ده بالنسبة للحشو. طب بالنسبة بقى للكحكة ازاي تطلع النقشة بتاعتها ثابتة وما تروحش وكمان يطلع معاكي دايب كده وناعم؟ خلينا متفقين اللي بيضيع رسمة الكحك هو البيكنج باودر والخميرة. الكحك يا جماعة مش مخبوزات، يعني مش محتاجين له كمية كبيرة من الخميرة. بحط بس معايا ربع معلقة صغيرة أو على طرف المعلقة الصغيرة كده من الخميرة، أقل من نص معلقة صغيرة. الخميرة بتحطيها معاكي مع السكر علشان طبعا تتفاعل. طيب بالنسبة للبيكنج باودر بحط بس ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان بس الكحكاية تطلع هشة ومفرغة معايا وما تطلعش مكتومة. ده بالنسبة للمواد الرافعة. طيب ازاي الكحك ما يطلعش ناشف ويطلع دايب؟ بستخدم له كوباية واحدة بس لكل كيلو من الدقيق من السوائل، كوباية 200 ملي. اعمليها ميكس بين الحليب او اللبن اللي هو اعمليها ميكس بين المية حسب ما انت حابة. الفرق بينهم اللي انت بتعمليه مية بس صلاحيته بتكون اطول من اللي انت بتعمليه حليب بس. انا بحب اعمل ربع لبن والتلات ارباع مية. لو انت عايزة الكحك يقعد معاكي فترة اطول اعمليه طبعا على الساخن، يعني السمنة بتقدحيها او بتسخنيها معاكي كويس. بس اهم حاجة ما تزوديش معاكي على كوباية واحدة من السوائل على كيلو دقيق. الكحك عندي اللي مش محشي بيدخل على فرن 160 علشان العجينة بتكون نية من جوه فتاخد وقت ان هي تستوي. طيب الكحك اللي هو المحشي بيدخل على فرن 180 ل 190 اقصى حاجة علشان ما يطولش في الفرن فالكحكاية تشقق منك والملبن يخرج منها. كمان عجينة الكحك احنا بنلمها مش بنعجنها علشان ما تعملش معانا عرق. ده بالنسبة لكل مشاكل الكحك. طب بالنسبة للبسكوت، البسكوت استخدمي له دقيق فاخر اي ماركة انتي بتحبيها، بس دقيق علشان ما يعملش معاكي عرق او يخلي السمنة تطرد كده بره الدقيق. فاستخدمي دقيق فاخر نسبة الجلوتين بتاعته بسيطة. وكمان هحط معايا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما بنزودش البيكنج باودر علشان ما يفرش معانا في الفرن قوي ويضيع الرسمة كده والنقشة بتاعة البسكوت. ده بسكوت المكنة. العجينة بتاعته يا جماعة بتتلم مش بتتعجن، لو اتعجنت هعمل عرق والبسكوت هيطلع
ناشف مش مقرمش، ناشف زيادة عن اللازم ومعضم كده وجامد بمعنى أصح. فبنلم العجينة لغاية ما توصل للقوام المطلوب زي ما موضحين في التفاصيل الكاملة في الفيديو بتاع البسكوت. بعد كده لما تيجي تعمليه في المكنة بتحطيه معاكي على الصاجات بالشكل ده. اختاري المشط بتاع المكنة ما يبقاش ولا رفيع قوي ولا سميك قوي، اللي يطلع لك البسكوتة كده متوسطة. دايما لما تعملي اي مقادير لاي حد في اي حاجة اختبري معاكي واحدة كده من اي حاجة قبل ما تشتغلي. البسكوت مشكلته الوحيدة لو دخل الفرن فرش معاكي يبقى محتاج معلقة كده من الدقيق يبقى سمنته زيادة. طيب أهم حاجة كمان إن أنتِ ما تدخّليش الصواني بتاعتِك وهي سايحة أوي، يعني اشتغلي قدّام مروحة ما يبقاش الجو حَر معاكِ، وكمان تدخّليه على فرن يكون ساخن من قبل، يعني ما تدخّليهوش على فرن بارد علشان برضه ما يسيحش كده ويفرش معاكِ. ودرجة الحرارة بنسويه على درجة حرارة 180، ولمّا بياخد لون من تحت باشغّل له الشواية على أهدى درجة حرارة علشان ياخد معايا التحميصة الحلوة من فوق. ده بالنسبة للبسكوت. طيب لمّا نيجي نتكلم عن البيتي فور في الشتا اللي إحنا فيه ده، البيتي فور تقيل، العجينة بتاعته ما بتنزلش من الكيس. هاقول لِك أهم حاجة استخدمي معاكِ الزبدة لينة بالشكل ده بدرجة حرارة المطبخ، يعني تطلعيها قبلها بليلة من التلاجة تقريبًا. المهم تكون بدرجة حرارة المطبخ ولينة جدًا بالشكل ده. ولو بتشتغلي في الجو حر طبعًا ما تسيبيهاش تكون سايحة أو عاملة زي الشوربة كده معاكِ، لأ تكون لينة. وعجينة بسكوت الكيس أو بيتي فور الكيس بيكون بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، علشان ينزل معاكِ بكل سهولة لازم الزبدة تكون لينة. البيتي فور أو أي حاجة تشتغلي بيها بالزبدة بتكون حساسة، تدخل معاكِ الفرن يكون سخن مش بارد علشان ما يسيحش منِّك. كمان ما تدخّليش الصواني وهي سايحة أو درجة حرارتها عالية، يعني تدخّليها الفرن مثلًا تدخّليها التلاجة قبلها 5 دقايق، تشتغلي قدّام مروحة. المهم إن العجينة تتشمّع كده في جو بارد شوية قبل ما تدخل الفرن علشان ما تسيحش معاكِ. هيطلع معاكِ من الفرن نقشته ثابتة وبارزة، وهتزينيه بمنتهى الجمال ومش هيحصل له أي حاجة، وهيكون ناعم ودايب. وفي الفيديو بتاعه قُلت لكم نستخدم بياض والّا صفار، حددت لكم يعني المعادلة الصعبة. طب بالنسبة بقى للغريبة، الغريبة لازم بالسمنة مش بالزبدة، لأن الزبدة فيها سوائل فهتنشف معاكِ الغريبة، والغريبة من الحاجات اللي ما فيهاش أي سوائل خالص. بنستخدم السمنة ساقعة من التلاجة، ما ينفعش نستخدمها بدرجة حرارة الجو كده، سقعيها شوية في التلاجة، وبنضربها كويس جدًا لغاية ما تكون كريمي معانا بالشكل ده. ده بيفرق معانا جدًا في النعومة كده والدوبان بتاعة الغريبة. بنحط لها كيس من الفانيليا اللي بالسكر أو نقطتين من الفانيليا السائلة بيفرقوا جدًا في ريحتها، مع معلقة أو 2 كده كبيرة من اللبن البودرة. عايزة أقول لِك بينقلوها نقلة تانية، مكون سحري كده بجد للغريبة. الغريبة هي والبيتي فور مفهومش مادة رافعة، وكمان الغريبة ما فيهاش أي سوائل خالص، هو سكر ودقيق وكمان السمنة فقط لا غير، مع الفانيليا واللبن البودرة كافيين جدًا. العجينة بتاعة الغريبة بتتلم برضه ما بتتعجنش علشان ما تطلعش معاكِ ناشفة. بتبدئي إن أنتِ تسقّعي برضه الصواني بتاعتها قبل ما تدخّليها الفرن، دي بقى بتدخل فرن على درجة حرارة هادية، درجة حرارة 140، بتقعد حوالي 10، 12 دقيقة وتطلّعيها. لمّا تطلّعيها من الفرن ما تلمسيهاش إطلاقًا، بتبقى لسه نيّة وعاملة زي المَيّة كده. بتسيبيها بتكمّل درجة التسوية بتاعتها لغاية ما الصاجة تبرد معاكِ تمامًا، هي كده بتكون كمّلت التسوية بتاعتها. تبدئي تحرّكيها تطلع معاكِ رهيبة. كمان العجينة بتاعتها قبل ما تشكّليها بتريّحيها برضه شوية في التلاجة. أنا النهارده جمّعت لكم كده يعني إيه، كل التكات المهمة علشان تنجّح معاكم وصفات نواعم العيد. أتمنى الفيديو إن شاء الله النهارده يعجبكم، ما تنسوش حبايبي لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.